بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلاة تفتح بها علينا كل أبواب أغلقت بذنوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم الخميس من ليلة الجمعة، نسأل الله أن يتقبل هذه الأعمال. بدي أخاطب بعض الذين يأخذون الأمر وكأنه لا يجوز أن تخرج عن ورد معين، وكأنك أنت يا أخي تعرف كل الدين، وكأنك عشت كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف كل الروايات عن الصحابة وعن التابعين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن التابعين وعن العابدين عن أولياء الله الصالحين وعن كل الأزمنة، وكأنك تعرف كل شيء. يا أخي، عندما يقول لك رجل له من الحقائق ما له ويبين لك هذا الأمر، وقد غاب عنك الكثير، صدقني غاب عنك الكثير، ولم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لم يثبت عنه، لم ينهى عنه. صحيح إنه لم يثبت عنه، ولكنه لم ينهى عنه رحمة في هذه العباد. بس بدي أعطيك، نبدأ فاتحة من هنا ثم أستمر. أن الحمد لله إنني لم أكن قد سألتك عندما شرعت في الاستغفار في 2015. نعود إليك بس عندما يتبين إن سيدنا أبو هريرة ثبت عنه أنه كان له ورد من الاستغفار 12,000 في اليوم، استغفار أو تسبيح، ما بين التسبيح والاستغفار، وقال هذا على قدر ذنوبي. هذا تحديد، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تابعين وهناك صحابة كانوا لهم أوراد من الركعات كذا ركعات، وكانت هناك أناس لهم ختمات كل يوم ختمي في القرآن مثلا. فهذا كمان لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم ختمات، وإن كان من باب الإجهاد فهذا إجهاد كمان إنك أنت تأخذ لكن سبحان الله. شاهد هنا عندما تقرأ تعليق ثبت ولم يثبت، وصح ولم يصح، وأنت تتكلم إلى شخص عاش مع الله جل في علاه في ليله ونهاره ذاكرا لله مستغفرا تائبا أواه منيبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لولا أنه كان من المسبحين. إنك أنت عندك مشكلة، المشكلة فيك، بس عشان تعرف المشكلة فيك، لأنك أنت إنسان عذرا، أنت مش مكثر. نعم أنت مش مكثر. نعم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق مسألة السائلين. ألا يزال لسانك رطب بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذين جاهدوا فينا. من هم الذين جاهدوا فينا؟ هيك كانوا مرات يقرأوا قرآن ومرات يصلوا ولا هن من ما يفيقوا من الصبح، نحكيها بالكلام العامي، مما يفيق من فجرهم حتى يناموا، ولكنهم بقي من الورد ما بقي، فتراهم طارة يسهون وطارا يصحون عشان يتموا وردهم، وانت عمال تنظر. هل في حقيقة لهذا الأمر؟ يا أخي اقرأ التعليقات وجاوب نفسك بنفسك. قل هل يعقل إن الله ينصر كلام لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي بدعة أم إنك أنت لم تمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت لم تمتثل
لم تمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لك بلغوا عني ولو آية. نعم، أنا أطلب من طلاب العلم الشرعي قاطبة أن يعيشوا آية واحدة في هذه الآية ستنهض أمة. عندما يكون لك ما تقدم لي، مش ممنوع ومسموح وممنوع مسموح، نعم هذا ديننا، ولكن أول شيء اعطيني أحياء، اعطيني أحياء في ديني، من خلال ديني بين لي شو معنى كلمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم، احيا هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال، عندما جاء لأبي بن كعب، وكان أبي بن كعب يعني قال يا رسول الله إن أكثر صلاة عليك أجعل ربع صلاتي لك. تعرفوا لهذا الحديث؟ أنت عشتوا لهذا الحديث يا أخي، ولا أنت بس بدك تقول ثبت أو لم يثبت؟ نعم هذا ثبت. طيب كم أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليش الأمي مهمومة؟ ليش أنت ما حلتلهنش مشكلتهن إذا أنت بتعرفوا لهذا الحديث؟ لماذا أنت عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا تحتسب. لماذا قد يكون قد انجرفت أو أصدقائك من حولك قد انجرفوا إلى ممكن إلى كرة القدم؟ لماذا كل الوقت تنظير تنظير تنظير؟ لازم يكون عندك، وكل داعية إلى الله، كل داعي إلى الله أن يعيش آية اسمها بلغوا عني ولو آية. مش تأخذ النص وتأتي به إلي. بعرف النص، قلت لي استغفرت 30 مرة ما زبطتش، الحالة تعباني. قلت لي صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، صليت، مش مزبوطة الأمور، مش مزبوطة حياتي، بعدني لا زلت أتقلب في ديني ولا زلت أتقلب في عذباتي، وأنا أراك تتقلب أكثر مما أنا فيه، وأنا أرى من حولك يتأففون من ثقل هذه الدنيا عليهم. أين الحل؟ أنك تأتي وتقول ثبت أم لا يثبت؟ والله الذي لا إله إلا هو، الحمد لله رب العالمين، إني لم أكن أسأل ولم أسأل أناس من هذا الصنف. عندما شرعت في 2015 وأخذت القصة هذه 30,000 استغفار عن الشيخ عبد الرحمن اللحياني، هو شيخ سعودي ما بعرفش، سمعت منه فيديو 5 دقائق أنا نزلته على صفحتي. ما أظنش إنك أنت أشطر منه، ما أظنش إنك أنت أفهم منه عندما قال له ذاك الشاب بعد ما أعطى درس عن الاستغفار قال له يا شيخ قل للناس يستغفروا 30,000 مرة في اليوم، فإني والله ما دعوت الله إلا واستجاب الله. مليح لما كنتش أعرفك إلا أسألك شو رأيك بقول الشيخ، لأن بتعرف شو صار، بس عشان تفهم. مليح لما كنتش أعرفك بال2015 ولا أعرف أي واحد من هذا الفكر، ولم أسأل أي واحد، لكني صدقت هذا الشيخ وأخذت بالاستغفار بكل قوة، وشرعت به 30,000 استغفار في اليوم لمدة 6 أشهر. تعرف شو صار؟ تحقق وعد الله الذي في سورة نوح كله. لو سألتك كان قلت لي لم يثبت، ولكنه كمان لم يثبت عند سيدنا أبو هريرة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يستغفر 12,000 مرة. بكفي تنظير. خذ مسبحتك يا أخي أنت، نعم أنت الداعي، أي داعي يدعو إلى الله لم يمكنك الله إنك تدعي. تعرف بدك تعرف حالك عن جد أنت داعي عن جد، إذا تعرف حالك داعي عندما تلقي أي خطبة هل تحرك مشاعر الذين جلسوا مثلا من باب إنهم يأخذوا مسبح أو يظلوا يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل اليوم، أو يستغفروا الله كل اليوم، أو يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل اليوم، تراهم يعني خرجوا من بين أيديك، يعني وأنت جالس تحدثهم في هذا الدرس الذي قلته، هل خرجوا يعملوا شيء ولا يعني من باب قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات؟ نعم، هيك كنت أحضر أنا دروس كثيرة كنت أحضرها من باب قوموا مغفور لكم. يعني أنا جاي على المجلس ما أنا بعرف كلام الشيخ شو بيقول لي، ما أنا عارفه، ما فيش جديد، يعني شو بدك تقول لي؟ ليش حال الأمة هيك وأنت موجود؟
فهمني ليش حل الأمة هيك؟ تقول ليش مراد الله؟ الفهم عن مراد الله خاطئ. في آيات قطعية بتقول لك فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. والله شمرت يوما ما لأني قرأت قول المولى عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة المسلمين أسوأ حياة في الدنيا. عندما أنا أستثني، ولكن يعني عذرا، يعني أنا لأنه مش أنا ولا شيء، أنا لا شيء، أذن الله لي، ابتلاني الله أشد بلاء، سكر علي كل باب، فتحت عدة مصالح، عدة أبواب رزق سكرها. هل أنت أشطر مني؟ لا لا لا، أنت مش أشطر مني، بس الرزق من عند الله. شاء الله أن يكون شيء معين حتى أأتي إليك في هذا اليوم. نعم، بال2015 عندما شمرت ووصلت الليل بالنهار في عبادتي، بالليل والنهار 5 صلوات في المسجد، في تكبيرة الإحرام الأولى. أنا بدي أتكلم إسا ناتج العمل في 6 أشهر. إذا بتقول لي طب ليش 6 أشهر؟ لأني أنا بالآخر 6 أشهر في ليلة القدر أعطيت درس وسألني الشباب من أين لك هذا يا أبو أحمد؟ يعني هذا اللي عملت اعتنيته من أين لك؟ قلت اجتهاد شخصي، وأنت عمال تجتهد اجتهاد شخصي. إياك فأطفأ الله كل شيء مباشرة. والله أطفأ الله كل شيء مباشرة. تعرف انت كيف انت الدروس وانت بالاستغفار وبالصلاة وبكل شيء. 5 صلوات في المسجد في تكبيرة الإحرام الأولى. يعني إذا كانوا زادوا شوي عن 6 أشهر أو قلوا شوي، يعني قليل، يعني قيمة كم من يوم، بس قرابة نصف سنة هني 5 صلوات في المسجد تكبيرة الإحرام الأولى. التوفيق من الله، مش شطارة، ما فيه شطارة ولا شيء، ولكن الهمة أن أذن الله لي إني أوقف وأشمر. ف 30,000 استغفار، 13 ركعة من قيام الليل كما كان يفعل عمر. تعرف كيف كان يفعل عمر؟ قبل الفجر مباشرة، يعني يخلصين يلا على صلاة الفجر. دروس، نفقات، صدقات. كان عندي مشكلة بدي أحلها، أخذت قصص مليح. لما كنتش أنت بوجهي وأسألك شو رأيك بهالقصة بصراحة مليح لما كنتش بوجهي إلا أسألك شو رأيك بهاي القصة تبعت الشيخ عبد الرحمن اللحياني اللي بقول أستغفر 30,000 استغفار. كان قلت لي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعملش هيك، ما بتطلعش من نتيجة، حتى انت عمال تبتدع بتقول لي. فليتقوا الله الذين يعني ليس لهم علم، لا عاشوا آية. اعطيني، جيب لي، قل لي أنا عشت شو بدك تقول لواحد استغفر الله؟ كم انت بتستغفر بتجتهد يا أخي أقول لك هاي المسبحة بس سوي لها هيك، تحكيش ولا كلمة، بس سوي لها هيك، بس كبس تشوف، كبس هيك، بس كبس بدون ما تحكي. اعطيني 30,000 باليوم، اعطيني 30 بس كبس، تحكيش ولا كلمة، بس كبس هيك. لما أنا بختلي مجبور اللي بيسبح اللي يستغفر بهاي الأعداد ما بيخلصش في نهاره، ما بيخلص. أنا عندي سورة البقرة، عندي سورة طه، واليوم كان صارت سورة الكهف، عندي أوراد بتخصني. وهذا الاستغفار والحمد لله رب العالمين، وكنا بأجر وكان في عندي ضيوف، مش اني انا يعني جالس في الكهف، ولكني من ما افيق من الصبح وانا في برنامج وفي عندي قناه، ومن نرشد الناس من خلال الايه اللي عشتها. انا تفتي لي كيف بدك وانت مش عايش ايه؟ لا يا اخي بنفعش. الرسول عليه السلام علم اصحابه التوحيد 13 عام، 13 عام هن يعلمهم التوحيد، من هو الله جل في علاه. انت تعلمت ما هو امر الله، بس بتعرفش الله انت، مش يعني بتعرفوش بتخافوش، لا مش هذا قصدي. بتعرفش ما يحب وما لا يحب. انت ما عشت المعية مع الله جل في علاه، ما عشت انه من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته فوق مسألة السائلين. ما عشت ان الله يمطر السماء على رأسك في 2015. افهم مليح، اذا بدك ضلك تتكلم بهذا الموضوع
بس هذا للإخوة كمان، يعني لإلكم إخوتي وأحبتي في الله، أنتم عشان تعرفوا إنه إحنا على حق بإذن الله تعالى. وهاي قبل قليل نزلت في على الفيسبوك. أنا بوثق الرسائل على الفيسبوك، أنا بوثق رسائل الإخوة شو صار معاهن. في أخت بتقول لي طبعا بعد الالتزام بالاستغفار مدي رأت رؤيا، طبعا رؤيا في المطر، ثم جاء المطر، ثم جاءتها الترقية، وهي بالأصل عاملة نظافة، بدأ يغرقوها قعدوا على الكمبيوتر. بتقول لي فرحانة طايرة من السمك بقولوها. كم من إشي بدك تكذب أنت؟ المطر تكذبه اللي قال عنه المولى عز وجل فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء، من الذي يرسل؟ تعرف شو العلماء قالوا؟ إنه كان في إله للمطر زمن سيدنا نوح. أنا أرسل الله السماء عليه في 2015 في شهر 6، وأرسل الله السماء إلي بعد ما إنه أنا قلت لك إنه ب 2015 بعد رمضان، بعد ما إني أسأت الأدب إلى الله ونسبت الفضل لنفسي، إنه كل هذا الاجتهاد كان شخصي. أطفأ الله كل شيء حتى جاء 28/9 2019 أخذت سورة البقرة واستمريت لهذا العام 2022 في رمضان. تذكرت الاستغفار عشان الله يرفع الغمة عن هالأمة، وقلنا يلا نبدأ. فبدأت هاي القناة عمرها 2.5 شهور. هاي القناة فقط 2.5 شهور، عمرهاش كثير يعني، ما تفكر عمرها سنين. الحمد لله رب العالمين. هنا فيها 45 ألف ساعة مشاهدة في 28 يوم. 45 ألف ساعة مشاهدة في 48 يوم. 460 ألف مشاهدة في 28 يوم. تقريبا 10,000 متابع في 2.5 شهور. أنا مش شاطر، الله بده يبين أمر للناس بعد ما توهتها، لأنك أنت ما امتثلت لأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بدك تتكلم بس. التنظير زي معلم السياقة القيادي، معلم القيادي الذي يعلم يعني هذه الإشارات المرور، وهو معوش رخصة، بيعرفش يسوق. علم كل شيء عن السيارة لكن بيعرفش يسوق. عذرا. لك أن تسأل 1,000,000 سؤال، والله لأجيب على 1,000,000 جواب من خلال هذه الآية، وسأتحدى الدنيا كلها في هذه الآية التي عشتها. عشت الآية تبعت الرسول عليه السلام، صلى على الرسول عليه السلام. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. أنا يا جماعة أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، جمعتني عدة رؤى في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت، مش بس جمعتني يعني، الحمد لله رب العالمين تحققت. رأوا بحقي رؤى كثيرة والله تحققت. ليه؟ بس مش هذا أنا عشت هذه الآيات. يعني أنا لما بدي أعيش آية فأنا مجبور أكثر من هذه الآية. تعرف شو يعني مجبور أكثر؟ طب ما هو الله اللي فتح لي نافذة. عندما يغلق الله عليك يا أخي، يا أخي، اقبل النصيحة وتضلكاش حاطط راسك بالحيط. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره. يمكن بيعرفش يمسك قلم وورقة، وانت بتفكر حالك أنا. وهذه مقولة أنا قالها إبليس، وهذه مقول إنما أوتيته على علم، أنا كنت بالجامعة، هاي قالها قارون. أي واحد بدك منهن؟ أنا فضل من الله تعلمت في مدرسة سورة البقرة، في جامعة سورة البقرة. اقرأ سورة البقرة. قرأت سورة البقرة وعشت آية سورة البقرة، أخذ بركة وترك عصرة ولا تستطيع البطلة 1700 مرة. كم قرأت أنت سورة البقرة؟ كم مرة استغفرت؟ كم مرة أنت صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة لزمت إنك تحقق آية؟ هل أمطر الله لك السماء؟ هل حملت على كفوف الراحة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندي آيات، ولكن الاستغفار أول شيء بدي أعلم متابعي الاستغفار. أنا سميته الوضوء. طهر حالك، مش بقولوا التخلي ثم التحلي ثم التجلي. خلينا نتطهر ونقطف ثمار ونعرف أنه ربنا قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وينه جل في علاه؟ قريب. انت بتعرفش انه قريب؟ الحمد لله رب العالمين، انا بعرف انه قريب جل في علاه، جدا قريب. عندما تقف امام حقيقة يا اخي، اصحك علمك يغرك، اصحك يكون علمك اكبر عدو عليك، اصحك لا يلتفت اليك الناس بعدها اطلاقا. بتهين الدين اذا بتظلك براسك، والعياذ بالله. بتهين المتعلمين اذا راسك متحجر. وقف، وقف. ما العيب اني استغفر 30,000 مرة واصل الليل بالنهار كل يوم؟ قد ضربت المثل عدة مرات. اذا تستغفر بهذه الطريقة، يعني بقول لك امسك المسبحة بين صلاة الفجر والشروق، امسك المسبحة، روح شوف ابو احمد بيحكي كلام صحيح ولا غلط. امسك المسبحة بين صلاة الفجر، بعد ما تخلص صلاة الفجر تذكر اذكار الصباح، اقعد وامسك المسبحة هاي وقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اذا ما سويت 8000 بالضبط عندي الشروق، تعال عندي، بس مش تنام. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. 8000. ايش اقول لك؟ بساوي 16,000 ولا اساوي 3000؟ ما انا بساوي 8000. ما انا لزمت هذا الامر. طيب اذا انا بدي الزم كل اليوم الذي جاء بهذه القصة انه 30,000، اذن الله لي بعد ما فتح هذا الباب، بعد ما ابتلاني الله اسمع هذه القصة. طيب كيف صدقت اني انا هاي القصة؟ ما في كان قصة عند الامام احمد، ان هذاك الخباز الذي لزم الاستغفار وما سأل الله بشيء الا اعطاه. وفي كمان قصة اللي هي القصة الثالثة، واحد لم يلزم العد والله فتح عليه. فالذي فتح عليه، افهم مليح ليش أنا الله شاء إني أخذ هاي الأشياء. الذي فتح الله عليه جاءه الفلوس. الذي استغفر الله 30,000 قال ما دعوت الله إلا بشيء إلا واستجاب. فهمت؟ الذي لزم الاستغفار ليل نهار بدون عد قال اليوم ورثتي أكثر من 15 مليون ريال، هاي بال 2015. والذي لزم الورد 30,000 قال ما سألت الله بشيء إلا وأعطاني إياه. فهمت؟ أنا بدي إشي، أنا بدي دعاء، أنا في إشي كبير بس بدي أقيمه عن ظهري، مش بس المال، مش بس الدين. فأنا أصبت الثنتين. لا، ما الحاصل؟ الحاصل لأنه صار بعديه هذا الأمر بأسبوع، عذرا بأسبوعين 3 مما بديت أستغفر 30,000 مرة. بدأت السماء تتلبد بشهر 6. يعني إذا بتعطيني دقيقة، يعني اعطوني دقيقة بس واحدة، بدي اجيب الدروس عشان ابين لك اني انا صادق، ما كنت مع عادة اي اشي. بس لحظة، بس لحظة، يعني كلها دقيقة افوت اجيب الدروس اللي كنت بينفع، بس دقيقة عشان ابين واكد اني انا كنت في 2000 في شهر 6 كلامي كلياته عن هذا الامر. بس دقيقة يعني تحملوني. ياك تنبه دروس شايفها كلها تسفرجك تواريخ.
طلع التاريخ فوق. تاريخ مبين صح؟ طلع التاريخ فوق. طلع الدرس، يعني درس طلع التاريخ كلياته كان بال 2015. هي كلياتها دروس، شايفها؟ طلع كلياتها دروس كانت بال 2000. بس في والله كان في نادري. هي الحقيبة أنا سويت ترميمات لأبنائي. فمن من شهر من التاريخ اللي هو كان التاريخ يعني 2015 ضاعت هاي الحقيبة. ما هو أنا بطل في، صار عندي فطور، الله ساوى فطور في 2015 لأني أسأت الأدب. فبقيت هذه الحقيبة مع الدروس موجودة وما فيش همي خلص. فغابت عني هاي والله. يا الله لو بس يطلع الدرس. طيب انا ما حضرتش اشي يعني عشان اني معلش. هاي كلها دروس في 6 اشهر. هاي 6 اشهر اللي تكلمنا عنها في المساجد هنا. لكني عشت هذه الآيات. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ولا رب سواه. يعني بقرابة 6 أشهر في الاستغفار 30,000 استغفار. كنت جالس أما أحضر درس، هذا الدرس هيك درس يعني أما الجالس أما أحضر درس في رمضان بعطي درس. عمال أتكلم عن الاستغفار كمان. الاستغفار 30,000 استغفار. كان قد أمطر الله السماء لي، ما تكلمت لأي مخلوق بال 2015. لا تاريخ قبل 2022 ما تكلمت لأي مخلوق. ما هو أذهب الله كل شيء يعني. أنا قطفت الثمار وقتها يعني، وكان الله جل في علا قال لي هذا أجرك، هذا أجرك ولن نريد عملك، خلصنا، روح. ليش؟ أنا قطفت ثمار الاستغفار. كنت جالس عمال أحضر درس معرفة الله، كله توحيد، كله في التوحيد، كلها دروس في التوحيد. عشان هيك تعلم التوحيد ويعرف التوحيد يعرف الله. وبعدين بتقول ثبت ولم يثبت. عندما تعرف الله جل في علاه كيف يحرك لك السحاب ويأتي لك بالمال. والله كنت جالس عمال أحضر درس. وإذا أخ فاضل أنا بعرفه طبعا، والله الذي لا إله إلا هو، لم أشكو له شيء ولم أتوقعه أن يأتي لي بمال ولا أي شيء. الشاهد اسمع، الشاهد إنه المبلغ الذي كان بال 2015 كان أول مبلغ. لكنه المبلغ يعني قال المولى عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم مدد. المدد فيه استمرارية دائما. خلاص أنت كل الوقت معك فلوس، مدد، مال، كل شيء. خلص أنت ضلك استغفر والمدد مستمر. ما بتيجي كنز من السماء بينزل عليك مثلا، لا، خلص أنت المدد بده يستمر معك، ما زلت تستغفر. فأنا جالس جاب لي هذا الشخص يعني هني بدي احولهن للدولار، هني 4000 دولار في هذول ب 2015. 4000 دولار
في أظن شهر 7 أو 8 بال2022 جاء أول مبلغ بعد ما أمطر الله في توثيق عندي، يطلب مني التوثيق للفيديوهات عندي يا جماعة. في هنا توثيق فيديوهات المطر اللي كان بشهر 6 إنه فلسطين، وتكلمت وأنا صور عمال أتكلم إحنا بشهر 6 وهذا المطر ينزل، وفي توثيق كلياته كيف كان الرصد الجوي كلياته مهتم. جاء بعده 4000 دولار، وانت بتقول لي الورد تبعك في عليه علامة سؤال. اللي كان بال 2015 أول عطاء مطر ثم 4000 دولار، بعديها بال 2015 قضاء كل الدين قرابة 80,000 دولار. من يومها ما عرفتش الدين، خلصنا، بطلت أنا مديون الحمد لله. إسا وقفت بعد شهر 8 أنا وقفت ورد الاستغفار إني أوصل ل30,000، لأني كنت أتزوج أولادي. فأخذت أعيش عيش آية جربها، اوصل الليل بالنهار فيها وشوف الثمار. آية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، هاي كلها آيات. لكني أنا مستغفر والحمد لله رب العالمين، وأنا عارف شو معنى كلمة الاستغفار. وأنا عندما والله الذي لا إله إلا هو، عندما أول تدويني بعد رمضان عند الانتهاكات التي كانت على المسجد الأقصى، قلت يا جماعة إحنا بنتعذب بذنوبنا، هاي الأم بتتعذب بذنوبها، ما وحدا بوقف أمام هاي الأم إذا استغفرت تابت إلى الله، الله بنعضها، وكفى الله المؤمنين القتال. نعم كفى الله المؤمنين القتال ولا لا؟ أما أنت بتضلك تدبر وأنت لورا لا، خليك اقعد استغفر الله، استغفر الله، اعرف من هو الله جل في علاه، كيف يحرك الأمور عندما تعيش آية بنهض اللي بجنبك وأنا وذاك كلياتنا بننهض مع بعض بنعرف الله، فالله بيعطينا، الله بدبرنا. كيف فتح لي نافذة أنا في 2015 على إني أسمع هذه القصة وأستغفر الله، سيفتح لك نافذة كيف إنك تخلص من الدنيا كلياتها، هاي كل هذا اللي راكبك. فكان بال 2022 قلت لك 4000 دولار بشهر 7 يمكن أو 8. ثم انتقلت إلى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أستاذ بدي أتزوج أولادي، بتعرف كيف الفرح، إن الأفراح يعني فوقي 1000 شخص ومعازيم أو أيام، فبتأخذ وقت فيها يعني هيك بدك تخلص حالك. والله تعرف اللي عمال واحد راسم على الكمبيوتر والشركات بتشتري عنده هكذا. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، هيك كان زي الحلم، زي الحلم الجميل، كان الفرح كلياته على بعضه. والله ما يعني الأكل بجنن طعمه، الناس حكت على طعمه، كل إشي كان مرتب عندي. مش شاطر أنا اللي لزمت شو لازم إلزم شو لازم تلزم. إذا بتلمك لمة وفي عندك هم، واصل الليل بالنهار بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يعرف إنه كل منع إن منعته بسبب ذنوبك. أنت في عندك كبر، أنت في عندك أنت بتفكر اللي بتعرفه أنا مش عارفه، بتفكر أنت اللي أنت عارفه، لكن أنت ممكن عندك لغة فيها مفردات أكثر من لغتي، بس أنا هذا ما بفيدنيش. أنا وضعي الزفت بالعربي، يعني الزفت يعني بدي أنا أتحرك. في ناس بدها تتزوج ما فيش، بدها تسكن فيش، في ناس بدها تاكل ما فيش، في أوضاع مزرية مش عارفين ليش. معك الجواب أنت. ما أنا كنت مديون مبالغ ومهموم هم لا يستطيعه أحد، وجربت كل المصالح كله خرب. ذنوب يا أخي، ذنوب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عذرا صراحة مش عارف إذا كان الصوت واطي ولا لا.
شاء الله انه بيكون الصوت كان مقبول. نسمع هنا اي 34 دقيقة بس عشان اعرف وانت ارجع. بكفي تنظير عيش آية. انا بطلب وبسأل عشان انك انت عن جد علمك يتوازى مع آية عشتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تنهض هذه الأمة. عيش آية. اقرأ التعليق. الذين أذن لهم الله أن يأخذوا الاستغفار ويشمروا قد أمطرهم الله في كل ديار المسلمين، لكنك أنت قد تبقى متردد متشكك وتقول الدنيا شتاء. شفت قلت لك رأوا الرؤيا ثم جاء المطر ثم جاءت الوظيفة وانت بعدك في ريبك متردد. ستجد نفسك كمان شوي منحرف على كرة القدم كل الليل وكل النهار جالس. راجع حساباتك يا أخي شوي شوي. انت ممكن متحمس الآن، لكن متحمس عمال تتعلم هيك ما احنا كنا نتعلم كل يوم حديث كل يوم، يعني كل شيء كل يوم جديد كل يوم جديد كل يوم. الحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله يعني بيعطيك، لكن معلومات معلومات معلومات. والوضع الاقتصاد لورا 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 لورا. احنا مش لقدام، لكن كان في طفرات انك انت لقدام. لما كنا احنا لقدام كنا احنا ملتزمين في امر الله نعم، ولكن مش عارفين منين بتيجي الفلوس مثلا، منين بتيجي الحياة الطيبة، مش عارفين. عبدنا الله وانت كمان تدينت لانك انت عبدت الله، كان في عندك اغلاق معين فاذن الله لك فحبيت الدين فاقبلت على الله. نعم واحنا هيك، مش يعني انه هذا مش عيب. الا من رحم الله، يعني الا من رحم الله، الا من رحم الله. الا مثلا ترعرع على طاعة الله شاب نشأ في طاعة الله، هذا بزماننا شوي هيك في قليل. عندما تعيش الآية ويتحقق لك أمر الله في هذه الآية ويتجلى الله على قلبك وترى مش بس هيك، مش والله ما هي هيك الأمور، ما هي إنه بس بيمطر الله يا أخي، بحياتك اليومية بالتسهيلات في إجابة الدعاء في كل شيء معك يا أخي. يا أخي في شغلات كثير بينك وبين الله لا يعلمها الناس، وإذا كلمت الناس فيها بقول لك أبو أحمد ببالغ. يا أخي أنا مش إشي ولا إشي ولا شيء، أنا بس حتى نحكي لما أنا والعياذ بالله من كلمة أنا وفقني الله لهذا الشيء. وصور الشاشة عشان أعرف أحكي يعني شوي. يعني هنا أنا أتمتع، قل ليش بتجهد حالك؟ أنا أتمتع، أنا مش مستعد أنسى إشي. لو ما فيش عندي هاي القناة وإني برد على الإخوة وبجاوبهن، أنا بفتلهنش. أنا عشت هاي الآيات، عشت الآيات. عيش في الآية. عند واحد بيجي بيقول لك فتحت مصلحة وخربت، مش عمال تزبط معي. ما انا فتحت مصلحة وخربت، ما انا استغفرت الله ليل نهار، فتح الله رجع لي المصلحة ورجع لي اموري، يعني رجع لي اموري طيب والحمد لله، فيش حاجة اشتغل. طب انا هون يعني فضل من الله. ما هو يا اما بتصدق الله باحاديث الصحيحة، ايش الاحاديث الصحيحة والايات القطعية، يا اما انك انت بدك تضل تقول لي ثبت وما ثبتش. لكنه لم ينهى، لم ينهى. 30,000 استغفار في اليوم، سورة البقرة، سورة الكهف اليوم ليلة الجمعة، سورة طه، سورة الملك. نعم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 300 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس لما عندما عشت الآية بين الشروق، بين الفجر والشروق، عشت الآية صلاة إبراهيمية بين الفجر، صلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر إلى الشروق كل يوم تقريبا الشروق، يعني ما حداش يمسكني بالثانية هاي الدقائق والربع ساعة والثلث ساعة، لا بس هذا ورد يوم 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 صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف هيك كيف الواحد مرات هيك بيطير بحس حاله بحلم طاير بالهواء هكذا، يعني وكانك تعرف هيك الصورة البطيئة هيك اللي بيجيب الصورة البطيئة هيك الأمور عمال تمشي على الهدى، كل شيء طيب وكل شيء جميل، فيش شيء هيك هكذا. كانت فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيش عارف حالي عمال شو أساوي شو عمال أعمل، لكني أنا أراقب الله.
أراقب الله. أنا شرعت في بالصلاة عليه والسلام أراقب ماذا يحصل، لكن هيك مرات بتتفاجأ من اللي بحصل أكثر مما أنت بتفكر. صحيح فيش هون هم، والله فيش هون هم إطلاقا ولا إشي، لا فلوس ولا معزيم ولا مكاتيب ولا فيش، ولكنك أنت تحس حالك وكأنك طاير بالهواء هيك. تركي في الفيلم هيك بيجيبوا هيك الصورة هيك بطيئة وكأنه الإشي هيك تتنعم فيه. شو بدي أوصف لك؟ تعرف ايش هذه الآيات؟ بكفي تنظير. بدنا ننهض بهذه الأمة. ثبت ولم يثبت، والأمة كلها لورا لورا. كيف تشتغل؟ كل الأمة بتشتغل بأوروبا خدام عند باقي الشعوب، وانت ثبت ولم يثبت. بكفي يا جماعة، توبوا من الذنب، توبوا من الذنب. بدك تحيا حياة طيبة. زي ما فهمك انت بتفكر بدك تنسى اشي مثلا، والعياذ بالله، اللي بيحضر فيلم إباحي، اللي بيتابع البنات، اللي بيتابع السيارات، اللي عقله في كرة القدم، اللي عقله بالأخبار، يوم يوم أخبار إيران، إسرائيل، أمريكا، روسيا، أوكرانيا، يوم 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 يوم. مش بيعتش بتفكر حالك ما بتفيق على الصبح إلا أنت حط التلفزيون على الجزيرة، يلا أخبار أخبار أخبار. تقعد مع صاحبك، أخبار أخبار أخبار. ترجع على الجزيرة وعلى العربية، أخبار 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 كل اليوم. أو ميسي ومش ميسي وميسي وميسي ميسي ميسي كل يوم ميسي. من الذي أنت عندما ابتعدت أو عندما أشركت قلت أنا، ما أنا قلت أنا وسحب الله كل شيء مني. نعم صح ولا لا؟ هسه ذكرتك أنا فهمتك إني أنا قلت أنا سبت الفضل لنفسي فسحب الله كل شيء مني. وأنت عندما قلت أنا، شوي شوي سحب الله النور من وجهك، شوي شوي قليلا رويدا رويدا سحب منك إنك التأثير باللي عقبالك، شوي شوي سحب منك الهيبة، إنك أنت إنسان يعني ذو وقار، سحبها منك لأنك أنت قلت أنا. ولا إنه صار في عندك نوع من الكبر، ثم بعد ذلك أذن الله لك إنك تبعد، فصرت تركض وراء هذه الدنيا تريد فلوسها لهذه الدنيا. راقب حالك، راقب اللي حواليك، راقب الدنيا كلها حواليك، شوف الأوضاع وين احنا رايحين. لكن عندما تتوب إلى الله وتعبد الله على علم، حرك الله لك السحاب، ولا تتجرأ على الله وتنسب الفضل كله لله وتقول أنا ولا إشي، كل الناس كلكم أفضل مني، والله أنا ناصح لك أمين. فلا تأخذ الإشي إنك ضدك أنت. أنا بعرفكاش، أنا ما بعرف أي شخص، ولكن أنا بعرف إني أنا أسأت الأدب إلى الله فمحى كل شيء. ولا تظن إنك بعلمك ترتقي بشيء، لكن بمعرفة الله وكيف يحرك الله لك السحاب وكيف هذه الأمة تنهض. نعم يحرك لك كل أمور ربنا. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله أبره. ممكن في آية تعيش آية تؤلف ألف كتاب، مكاتب، مطابع. أمي تيجي عندك كما جاء حسن البصري عندما جاءوا إليه، يا حسن نشكو قلة المطر عليكم بالاستغفار، نشكو إليك قلة الولد عليكم بالاستغفار، نشكو إليك قلة المال عليكم بالاستغفار. أنت بتقدر تقولها؟ لو ما إنه ألم تسمعوا قول الله في سورة نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما بالك إني عشت هاي الآية، ما بالك والله إني عشت هذه الآية بحذافيرها. الحمد لله رب العالمين. إنما ابتلاك ليجتبيك، وإنما اجتباك ليعطيك، وإنما أعطاك بده يعرفك منين العطاء بيجي. سكر عليك كل باب حتى أقبلت عليه، وقد سكر عليك أنت كذلك حتى أقبلت عليه. ولكن رويدا رويدا أنت بدأت يشفوت عندك النوع من الرياء والنوع من الكبر والنوع من هاي. ما الذي يمسكني عن الرياء؟ أنا من الذي يمسكني عن الرياء؟ إنها جامعة سورة البقرة، جامعة، أنا أسميها جامعة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا ولا شيء. أنت بتقرأ سورة البقرة والله بحط لك معلومات براسك. سورة البقرة تسري في دمك. إن أخذها بركة وتركها حط تريليون خط تحت حسرة. كل شيء أنت بحسرة.
كل قراراتك خاطئة ولا تستطيع البطلة. أنت اليوم تقرأها، بكرة بتقرأها، كل يوم تزيد، كل يوم بتزيد، وكأنك تزداد يعني وهج هذه سورة البقرة في صدرك، في قلبك، فيك أنت كلياتك. عندما بدأت والله ما كنت أعرف شو هي سورة البقرة، أخذتها، كان معي فلوس، عمال أشتغل للأولاد، بدي أعمر لهم يعني أظبط لهم بيوتي، اتبخرت المصاري. جاءت قدامي فيديو قصير 5 دقائق عن فضل سورة البقرة، سمعت القصة 5 دقائق، أخذها بركة مش أخذ رأسا. أنا عقلي إنه هل هذا حديث صحيح، لأنه ما مر علي من قبل، فقط فتحت تأكد حديث صحيح خلاص بكل تعرف شو يعني بكل يقينا، والله يقينا سوف تتحقق هذه سورة البقرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا أنا أتعامل مع الأحاديث الصحيحة، ما فيش ظن بكذب حالي ولا بكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تتعامل مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تعيش إنك أنت ثبت ولم يثبت. هذا حديث صحيح، كم ليل نهار ابقى في استغفارك، ليل نهار ابقى في صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليل نهار حتى يتأتى هذا الحديث. ليش قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان الامه عاش فيها من يعيش هذه الايات ليبلغها عن الناس، يعني الذين عاشوا هذه الايات، لو ان هذا الرجل الذي قال للشيخ عبد الرحمن اللحياني ما قال له، لم يقل له يا شيخ قل اني استغفر 30,000 مرة، والله ما سألت الله بشيء الا واستجاب، ووالله هذا انه حق. من عاد لي وليا، انا بديش اياها هاي الايه، بس هذا حديث يعني قدسي، يعني ما هذا يعني هيك، هكذا يبدا الحديث، هكذا يبدا الحديث. انا بدي اجي للشق الثاني من الحديث عشان افهمك. ما هو ربنا بدا من هو الولي، هنا بدا لك، بدا من عن من يدافع الله جل في علاه، من عاد لي ولي، هيك بدا الحديث. ولا يجوز لي اني اكتمه، من كتم علم يلجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، يتقرب إلي حتى لا يزال يتقرب إلي عبدي حتى أحبه، أحب ما تقرب إلي فيما افترضته عليه. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. أنا مش ولي، ولكن أنا بدي أبين لك إن أنت بتفكر إنك أنت وأنت تتعلم العلم الشرعي الليل نهار مواصل العلم الشرعي عشان تعلي من أمر هذه الأمة، مش عشان تأخذ وظيفة، عشان تعلي من أمر هذه الأمة وهمك على هذه الأمة وقلبك على هذه الأمة. أنت كنت في هذا الحديث مشمول بهذا الحديث، إنه حتى أحبه وحب ما تتقرب إلي فيما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويديه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه. أنت كنت عندما شرعت أنك تتعلم هذا العلم الشرعي خالصا لوجه الله، مش من شان الوظيفة، قلبك محروق على الأمة وبدك هاي الأمة تنهض، فحبيت انك تعلم هاي الأمة وتشوف وين النواقص اللي كانت في هذه الأمة. فعندما يأتي والشخص أذن الله لك أن تسمع قصته بأنك تشمر وتأخذ آية وتعيشها وتطبق، بتحيي أمي والله الذي لا إله إلا هو. لما أنا بتسمع، اجلس يا أخي بمجلس، بالله عليك اجلس بمجلس، شوف بالله عليك اقعدك بين إخوتك وخواتك وأهلك وربعك، شوف غيبي غيبي نميمي غيبي نميمي غيبي غيبي كل الوقت غيبي. في عليه حساب هذا؟ ياما شوفي عليه حساب هذا فيه تأخير لورا سنين وإحنا لا ندري، ناكل لحم بعض تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. يلا ادفع ثمن، تدفع ثمن الأمم تدعس علينا، وادفع ثمن إنك أنت مش لاحق اللقمة، وادفع ثمن إنك أنت كمان شوي ما فيش وين تروح تعمر لأولادك، يعني تبني بيت لأولادك، وادفع ثمن وأنت مستمر. يلا مثلي مثل غيري هكذا. نعم، عندما تمتثل ويكون عملك خالص لوجه الله وتقبل على الله ويأذن الله لك إنك تعيش هذه الآيات وتنسب الفضل لله،
هذا الرياء والله بتقيموا سورة البقرة، مش شطارة، هذا الشغف، هاي الأفلام الساقطة، هذا التدخين، هذا حب النساء، هذا حب الشهوات، هذا حب السيارات، هذا حب التدخين، هذا حب الفوتبول وكرة القدم، هذا حب الميسر. سورة البقرة بتقضي عليه كلياته. انت مدرسة، والله انت مدرسة ما بين، اذا بتعيش بس شوي هيك اعطي لحالك اقرأ سورة البقرة بقوة. انا اخذتها بقوة، اول ما بديت فيها 4 مرات في اليوم. قسم وقتي، يعني انا صار لي تقريبا 1.5 سنة على مرة، ولكن 1.5 سنة الاولانيات، ما هي اذا بدك تعد انا 3 سنين تقريبا، من 28/9/2019 لليوم هون تقريبا 3 سنين. 3 سنين هن تقريبا عن خلينا نقول 1100 مرة. طيب انا بقول 1700 مرة. ما هو اول شهر تقريبا كان 4 مرات في اليوم، وثاني شهر او ثالث شهر يعني شهرين ثلاثة هذول 3 مرات في اليوم كنت اعطيها. وبعدين لزمت مدة طويلة، مرة في البيت ومرة في المصلحة، مرة في البيت ومرة في المصلحة بالدكان يعني. فعندي تقريبا 1700 مرة من قراءة سورة البقرة. يعني أنا صار لي شهرين هون وبقول 1700 مرة، بعدني بقول 1700 مرة، مش عارف قد صارت يعني. تقريبا ما كل يوم أفضل من اللي قبله. هيك بدك تعيش آية ما بين سورة البقرة والاستغفار والصلاة على الرسول عليه السلام. طبعا الصلاة احنا بنقول احنا بنصلي، يعني انا ماشي انه يعني واحد بس حامل مسبحة ولا بيصلي ولا بيسويش عمال يستغفر، لا، احنا مسلمين المفروض احنا بنصلي صلاة تامة، يعني احنا ما بنضيع صلاة، ما بنضيع صلاة، نعم، ومش كذابين ومش بناكل حرام وبنأمر بالمعروف، يعني انسان هيك متسم، يعني مش بالضروري عالم دين عشان تكون انت مش سراق مثلا والعياذ بالله، ولا كذاب، واذا شفت منكر حواليك بتؤمر بالمعروف. يعني اقل شيء انك انت تتمعر غضب على هذا، يعني اقل الايمان انك تتمعر غضب انه هذا مش معجبك، هذا العري وهاي الاشياء. تيجي ايات جميل المعيشة، والله العيشة مع الله جل في علاه عندما يفتح لك من باب ثم تخرج إلى باب آخر ثم يقودك إلى باب آخر. ما هو ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنا مش شاطر، الله بأخذك. بتعرف لما بتروح أنت على المطارات، على المطار، وبتصير انك مثلا انت بتطلع على الترمينال، بدك تطلع على المنطقه اللي هي بلدك او البلد اللي انت رايح عليها، بتصير هيك البوابات تتسكر وكانت تتضيق، وكان الله يسوقك الى هذا. سوره البقره تسوقك من خير الى خير، من خير الى خير، من خير الى خير في الشر. عشان هيك يوم القيامه تاتي وتحاجج عن صاحبها، تقول له ايش؟ يا ربي انا ما اخذته على مكان سيء، بس خير، وين بتحب يا رب كان موجود، ما خليت بقلبه هوى، ما خليت بقلبه رياء، ما خليت حدا يفوت على قلبه إلا أنت. تتحاجج، شو تحاجج؟ تخيل إنه سورة البقرة هيأ الله، مش الموت يأتي على صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار مثلا، وتأتي سورة البقرة يا ربي أنا حاجج عن هذا الشخص، هذا كان يقرأني. طيب ما يكون يقرأ، ما في ناس بتصلي، في ناس بتصوم، ليش تأتي تحاجج؟ أنها هي القائد، أنت مش قائد، أنت مسير مع سورة البقرة، بس مش من أول أسبوع أسبوعين. وليس الذين يأخذوها هيك، أنا أقرأها من المصحف في البيت في صوت مرتفع، يعني أسمعه مش مرتفع، يعني أسمعه جلي جميل، فيخشى هذا القلب، فتسمع هذه الآذان، فاقف في صلاتي خاشعا. هذه آيات لو بتفهم، يعني قصدي يعني لو بتقبل النصيحة وبتقبل إنك تعيش آية، إنك أنت حتى لو إنك أنت العالم الأكبر وصدف انك سمعت هذا الدرس، امسك مسبحة، جزاك الله خير، تعلمت، سنين امضت من عمرك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ولو آية، ولو آية. فواصل بين صلاة الفجر والشروق، اترك العلم شوي،
قليل. عيش آية. قد تأخذ معك وقت تعيش آية 4 أشهر 5 أشهر، كيف تحفظ السورة، كيف تحفظ الحديث. هذا أمر، هذا بيحيي أمي. هذا التخلف اللي احنا فيه، ليش أنا هيك، ليش ابني، ليش احنا نفهمش. الذنوب تعرض الفتن على القلوب عودا عود كعود الحصير. طيب مزبوط صح. تعرف هاي الحديث؟ تعرف فأي قلب فهاي القلوب بتصير سوداء مربدة، لا تقر معروف لا تنكر. مش شايفك، مش شايف، مش فاهم شيء. فلما انت تبطل تشوف بتفهم، فبتيجي عليك الآية اللي وراها، الآية اللي بتقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. شو يعني؟ يعني بتصير تشوف هاي حمراء، شفتها لا تقرها. أول مرة ما قريتهاش، شفت انت أنزل الله المطر صدفة، بكرة بينزل المطر كل يوم، بس بتصير انت بس خلص ربنا خلص بطل، انت بطلت تبلست، يعني بطلت تقر. فهمت؟ فالحمد لله انا قلت انه ما كنتش موجود انت تعطيني نصيحة انه لا تلتزمش بالاستغفار 30,000. هو مش 30 صفر 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 صفر، واذا ارتفعت عنه زي اللي بتيجي الاوراد مثلا 77223، هذا شو، هذا رقم تلفون او رقم يمكن هي الخزنة، هذا مش ورد. 30,000 كيف قلت لك بين الفجر والشروق 7,000، اكيد بيطلع معك 8,000، بيطلع معك 8,000. تقول لي يا ابو احمد 8,000، قلت لك الزمه. وانت اذا قلت لك هيك بس لازم تتعب بالورد عشان الثمار، لازم تقعد هيك بعد لي 2000 استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قاعد لحالك من زاويه. شو عمال يساوي؟ مش احنا بالصلاه بالعصر تاتي يعني تتبدل الملائكه بصلاه الفجر وبصلاه العصر والفجر، والله يسال الملائكه ماذا وجدتم عبدي يفعل؟ قال يا رب وجدناه يصلي. وانت هنا ماذا يفعل عبدي؟ والله يعلم. يستغفر يا رب، قاعد جالس يستغفر بالزاويه، عمال يستغفر ليل نهار، عمال يستغفر استغفر استغفر الله. شو بده يقول ربنا؟ ما ربنا اللي امرنا وهيك احنا بنعمل. تحرر، تحرر يا اخي بالاستغفار، سوف تعرف انك لا تعبد صنم. بالاستغفار تعرف ان الله قريب. بالاستغفار ستعرف ان الله مجيب. بالاستغفار ستعرف ان انت السبب المنع. بالاستغفار تعرف ان الله بيحبك. بالاستغفار تعرف انه كل وجع والاسقام اللي فيك بسببها ذنبك. بالاستغفار تعرف انه الحياة نعيم وطيب، وهذا اللي بالقلب، الهوى اللي بالقلب، بنات وتلفونات وتدخين وميسر وزنا كلياته ببدلوا ربنا بالاستغفار. يصير شوي شوي هيك يطلع سورة البقرة تمحى عليه. من الذي يقودك إلى سورة البقرة؟ الاستغفار. ما الذي يقودك إلى الاستغفار؟ الأعمال البر تقود، واحدة بتقود إلى الثانية. أعطيتك أبواب، تحرر يا أخي، تحرر. ذلكاش ماسك راسك، والله ما حدا بيلتفت إليك، وسوف يحاسبك الله، لأنك ما نهضت بأمي. ما عندك مشروع تنهض بأمي. إيش بدك تسوي لي؟ إيش بدك تعمل لي؟ انا بدي اشوف ربنا بحرك السحاب، انا بدي اشوف المصاري، انا بدي اشوف الحياه الطيبه، انا بدي اشوف اذا انا اذنبت الله منعني، ولما استغفرت اجى الله رجع الرزق، وانا لما استغبت راح الخير، ولما سكتت ولزمت القران والحب المسلمين رجع الخير. هكذا والله سوف يهيئ لهذه الامه. ان كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وانت ما صرنا نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر نرجع خير أمة للناس. مش منافق وكذاب وهذا بفهم وهذا بفهمش وهذا كله غيبي نميمي غيبي نميمي من بلشانين. الحاكم مش حاكم وهذاك وهذاك. لا، انت السبب. انا السبب، احنا السبب. بعدش لو انك انت تمتثل الى امر الله وقامت لقيامه، والله غير يأويك الى كف رحمته وتقوم لقيامه على باقي الناس. من هنا افهم هذا الكلام. عندما تكون ما دخلك في اللي حولك، لما انت ممتثل الى امر الله، الله سوف يعني هيك الرحمة تلفك لف.
سيذهب الدين. الدين عقاب كان عليك، والصحة التعبانة عقاب عليك من كثر تفلتك ونسب الفضل لغير الله والإشراك بالله. نعم إشراك، تشرك بالله، نعم أنا وأنا، هي إشراك، نعم، بس عشان تعرف وتقول أنا وأنا، أنا تعلمت 10 سنين وأنا إنما أوتيت على علم. الله فتح عليك، أعطاك شوية عقل. أخوك معطوش، أخوك معطوش، بيقرأ بفهمش، بجمعش. فلا تقارن أنت بأخوك وتقول أنا شاطر وصير الأبو. هذا الولد وهذاك الولد بصير يثمن اولاد. الله اعطى الناس قدرات. طيب انا هنا الفيديو بيتحملش اكثر من هيك، راح يقطع. فاسال الله انه الله يفتح كله، يعني اعرف انه الامر بيد الله، وعيش ايه عشان تعرف شو معنى من هو الله جل في علاه. 13 عام الرسول صلى الله عليه وسلم علم اصحابهم حتى تفننوا في طاعه الله. انت بتعرف الاوامر، بتعرفش الله. فلما تعرفني في الله وبعرف الله كيف اقبل عليه وكيف بيعطيني ومتى يمنعني، انا سوف اعبد الله كما يريد مش كما اريد. احنا بنعبد الله كما نريد، وليس ولا نعبد الله كما يريد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اسال الله العلي العظيم ان يفتح علينا وعليكم. انا ادعو لكم في التعليقات عندما يسالني اخ، الله يفتح عليكم. والكتابه بتاكل مني وقت، عذرا للاخوه للمحبين، والله ما فيش وقت، الوقت بنحرق حرق. كله في طاعه الله ان شاء الله. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم الحياه جميله مع الله، والتجليات الله على المحسنين والقريبين. فقريب جدا انها تيجي عليكم ان شاء الله، ويفتح عليكم عندما يستقر قلبكم على الايمان. الله بيفتح لكم. نعم، عندما تعرفوا انه كل شيء من عند الله، الله بيفتح لكم. تنسب لغير الله، قل الحمد لله كله من الله. الله الله الله. جزاك الله خير ابو حماد، جزاك الله خير يا عمي فلان الفلاني، ولكن الفضل كله لله. الحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.